سلام. في هذا الفيديو غنعطيك الدليل الشامل ديال كيفاش تكون عندك فورمه زوينه ومثاليه وكيف ما كنقولوا محفره او خياليه من الدهون ومن الفوق غير في الدار. بغيتي توصل لهذا النيفو تبع الفيديو حتى الاخر، راه ما غتحتاج لا فلوس لا لاصال لا والو، ما عليك غير بالانضباط والصبر. غنعطيك شي حوايج غيخليوك تطلع فورمه غير في الدار وغير بالجسم ديالك. داكشي علاش متنساش ديك لايك باش نبداو بسم الله. اول حاجه الرياضه اللي غنعتمدوا عليها هي الكاليستينكس. هذه الرياضه من احسن الرياضات واللي كتميزها هي انها كتعطيك القوه والمهاره والجسم والمرونه. باش تفهم اكثر غا من السميه ديالها الكاليس يعني القوه والتنس يعني الجماليه. دابا الا كنتي فهمتي ندوزو لعلاش الكاليستينكس بالضبط وماشي شي رياضه اخرى بحال كمال الاجسام. شوف الكاليستينكس تقدر ديرها في اي بلاصه، في الدار، في البحر، في الغابه، في الخدمه، كاع في الفضاء، كلشي. دابا منين عرفنا مزيان الرياضه ندوزو لكيفاش وشنو خاصني باش نبدا هاد الرياضه في اقرب وقت. شوف ما بغيتش نصدمك عاوتاني، ولكن راه ما غتحتاج والو في البدايه، ما عليك غير تلاح ليها وانا غنعطيك كلشي، ما غتحتاج كاع تبحث. اول نقطه معانا وهي الرياضه كتعتمد اكثر على 4 العضلات: الكتفين، الذراع، الظهر العلوي والسفلي والبطن السفلي. اذا باش نقويو هاد العضلات غنعطيك 4 ديال التمارين، او لا كل تمرين وليش كيستهدف. ولكن قبل من هاد التمارين خاصك دير الكرانش او لا تمارين الاطاله باش داكشي اللي من بعد يجيك ساهل وبزاف. دابا ندوزو للتمارين. اول تمرين غيستهدف لينا عضله الكتفين وهو بايك بوش اب. هو هذا، حاول تهبط راسك منين تكون كدير تمرين. ثاني تمرين معنا واللي غيستهدف لينا عضله البايسبس هو هذا، وكيتخدم بحال هكا. ثاني تمرين واللي اولا ثالث تمرين واللي هو هذا اللي كيخدم لينا عضله الترايسبس. حاول ديرو بهذه الطريقه. الا كاع ما كانش عندك برا حاول تختار شي حاجه المقولة اسامه بوخ تقاتل اللي بغيتي توصل. المهم اخر تمرين غيستهدف لينا عضلات الظهر هو سويمين اولا بالعربيه السباح. كتك على الارض وكترجع يديك بشويه بشويه اللور. دابا ندوزو لاخر تمرين اللي كيستهدف لينا عضلات البطن، هو هذا التمرين اللي بزاف سميتو سوبرمان بلاك. هو هذا كيتخدم لك جميع عضلات البطن صافي. ثاني نقطه معانا واللي هي الكاليستينكس، كتخدم بجوج طرق غنعطيهم لك بجوج وانت اختار واحده فيهم اللي غتناسبك. الاسلوب الاول هو السايكل. هذا الاسلوب كيعتمد على الكثره او قوه العضله وليس تضخيم العضله. مثلا التمارين ديالهم كتكونش واحد مده راحه بين تمرين وتمرين. داكشي علاش هذا الاسلوب ديال الناس اللي عندهم كتله عضليه وبغاو يزيدوا في القوه التحمل. دابا اجي نشوفوا الاسلوب الثاني اللي سميتو سيتس اند رايت. هذا الاسلوب هو اللي تبع انا خصيصا حقاش باغي نزيد لاماس. وببساطه هذا الاسلوب بحال الاسلوب الاول ولكن على عكسه في التمارين. كيكونوا فيه مجموعات وعدات وكتكون بين تمرين وتمرين مده راحه، وحنا بغينا نطلعوا فورمه في الظهر وفي نفس الوقت نزيدوا قوه التحمل، يعني غنتبعوا هذا الاسلوب. غنعطيك مثال باش تفهم. هذا الاسلوب مثلا انت باغي دير 30 بوش اب، غتقسمها ل3 سيريات 10 10 10. وما تنساش واحد النقطه مهمه واللي سمعتها من عند هذا الكوتش، هي حاول منين تكون نازل في بوش اب دير كويرونس اولا الثبات. هي منين تكون هابط حبس واحد 3 ثواني في النص عاد كمل التمرين. النقطه الثالثه، حنا بغينا جسم مثالي ماشي بغينا زابدو بحال هادو ورجلين الدجاجه. داكشي علاش خلي واحد التوازن في البروغرام ديالك. نعطيك واحد البروغرام، مثلا نهار اثنين خدم الاكشاف مع جميع النواحي وزيد الظهر، والثلاث دير الصدر والبايسبس، والاربعاء دير ترايسبس زائد شويه ديال الكارديو، والخميس الفخاد وليمولي، والجمعه خدم لي زابدو مع شويه ديال الكارديو نص ساعه، والايام الاخرين راحه. التمارين اللي غتتبع غتلقاهم في اليوتيوب، وزيد الاوزان بغا بالشكاره عمر بالكتوب وخدم ليه مع راسك. النقطة الرابعة وهي أهم حاجة صراحة. شوف كترينو ومبقاتش النظام الغذائي ديالك غا حبس ديك لونطريمون. الأكل حاجة مهمة في الجسم ديالك، هانت ساهلة. زيد غا في البروتين مزيان والكارب طبيعي بحال البطاطا الروز، وحاول تنقص من السكر والكربوهيدرات السيئة، وحاول تزيد من الدهون الصحيه بحال الافوكادو. ندوزو لاخر نقطه واللي هي النعاس ديالك. هاد النعاس دويت عليه بزاف وبزاف في الفيديوهات اللي قبل صراحه، فإلا كان التفاعل مع هاد الفيديوهات
وشفت الاغلبيه مهتمين، راه غندير فيديو كامل عن نظام النوم ككونك باغي تبني فورمه. كان هذا هو الفيديو ديالنا، متنساش دير ديك لايك وديك سبسكرايب، كنحط فيديوهات يقدروا يعاونوك في حياتك. داكشي علاش متنساش تفعل زر الجرس باش يوصلك اي جديد، متنساش تهلا ليه في راسك.